حجم كل سيرم حوالي 30 ملي. سعرها بربع تمن المستورد دلوقتي. أرخص من المستورد بكتير. فعاليتها أقوى من منتجات مستوردة كتير جدا. لا، حلوة. بديل لمنتجات اوردينري، وبديل لمنتجات كتير وصلت للألوفات دلوقتي. يا صباح الورد عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. بعد تجربة سنة تقريبا، من اول ما ابتدت حاجات المستورد تغلب وتوصل للألوفات، وانا على طول بجيب الحاجات البديل ليها، والحاجات المنتجات المصرية بقى اجرب فيها وبشوف الفعال والكويس عشان استمر عليه. منتج نانو تريت ده من الحاجات اللي انا بقالي قرب السنة بجربها. الثلاث سيرامات دول للبشرة، نانو تريت للفيتامين سي والريتينول والنياسيناميد. والنهارده هقول لك رايي بمنتهى الامانه على الثلاث سيرامات دول. فيتامين سي، التركيز بتاعه 15%. هو التركيز المناسب للبشرة عشان تبتدي تجيبي نتيجة. يعني لو انت عايزة تفتيح وحاجة تبقى مؤثرة معاكي في البقع وفي التصبغات وفي الخطوط، وفي نفس الوقت طبعا تدي نضارة، لازم تركيز السيرم يكون اكتر من 10%. اقل من 10 هيديكي كده شوية نضارة بس، لكن لو انت عايزة تأثيرات اقوى من كده لازم يكون اكتر من 10%. ده تركيزه 15، حلو قوي. ولكن في فيتامين سي تركيزه اعلى من 10، لكن بيعمل تحسس وتهاج للبشرة. ده لا، بصراحة ما عمليش كده خالص. بالعكس، هو فيه هالورونيك ومواد مرطبة كمان، حلوة قوي للبشرة الحساسة. هيجيب معاكي نتيجة في التصبغات، ولكن على فترة طويلة. وبيدي نضارة حلوة قوي، بيصفي بشرتك، بيخليها كده نضرة وجميلة. لكن طبعا احنا عارفين ان فيتامين سي لازم يتحط بعديه سان بلوك، لانه حساس جدا للضوء والاشعة الشمس. لو ما حطيتيش عليه سان بلوك بيجيب نتيجة عكسية، هيتأكسد وهيغمقك. فرأيي فيه حلو جدا، تحفة، وتقدري تستعمليه بمنتهى الأمان. حتى البشرة الحساسة تقدري تستعمليه، وجميل جدا جدا جدا. سيرم الريتينول. سيرم الريتينول بتاع نانو تريت تركيزه 2.5%، وده تركيز كويس جدا ومحترم جدا، عشان برضو يجيب معاكي نتيجة في الخطوط التعبيرية. يصفي لك بشرتك، يعمل لك تقشير كده خفيف للبشرة. احنا عارفين ان مشتقات فيتامين ايه تتحط بالليل، ما بتتحطش بالنهار. ملمسه حلو. فيه فيتامين اي وفيه هالورونيك اسيد. ريحته جميله جدا على فكره، امتصاصه سريع قوي للبشره. كل السيرامات بتاعت نانو تريت امتصاصها سريع جدا للبشره. ممكن تحطيه، طبعا احنا عارفين ان الريتينول لو عايزه تحطي ريتينول تحت عينك هاتي سيرم مخصوص اللي حوالين العين. لكن ده انا بصراحه جربته، حطيته وانا بحط كده على وشي. كنت بحط على العظمه اللي تحت العين، على العظمه مش على الجفن. ما عملش اي تحسس ولا حاجه خالص في العين. حته صغيره كده حطيها على العظمه وانت بتفرديها على وشك. حلو جدا جدا يعني. وطبعا بعد ما بتحطي السيرم ريتينول لازم تحطي بعديه مرطب. ولكن الريتينول ده ما بتحسيش ان هو نشف البشره. احنا عارفين ان مشتقات فيتامين ايه بتنشف البشره شويه، فاحنا لازم نحط بعديها مرطب. ولكن انا برضو كنت بحط مرطب، لكن في الايام اللي كان مرطب بتاعي كان بيخلص ولسه ما كنتش جبت حاجه، ما كانش بيعمل لي حاجه بصراحه، ما كانش بينشف بشرتي ولا حاجه. كنت بحطه هو بس وبنام بيه. لا، حلو جدا، وزي ما قلت لك هو حجمه 30 مللي. لا، انصحك بيه، حلو جدا جدا جدا، وبديل لمنتجات كتير بالالوفات. النايسيامايد ده بيتحط، يعني هو يعتبر لو انت بشرتك فيها حبوب ما ينفعش تحطي فيتامين سي. لو انت بشرتك فيها حبوب ما ينفعش تحطي فيتامين سي. فلو بشرتك فيها حبوب، لا، وقفي فيتامين سي وهاتي نايسيامايد ده حطي مكانه الصبح. بيعالج الحبوب. بيعالج لك لو في بقع مكان الحبوب، ولكن بقع حديثة. لو بقع لسه موجودة، يعني الحباية لسه خلصت ومكانها بقع حديثة، هيعالجها معاكي. لكن البقع او التصبغات القديمة لا، مش هيجيب معاكي نتيجة فيها.
بيصفي البشره خالص، بيعالج المسام الواسعه. لو انت بشرتك بتطلع دهون كتير والمسام فيها واسعه، لا بيعالجها. جميل جدا، من احلى الحاجات بصراحه اللي انا استعملتها. يعني هو من كتر ما هو حلو جدا، وانا كنت جايبه بصراحه باكج الثلاثه مع بعض، فبقيت استعمل لان انا بشرتي دهنيه، بقيت استعمل نايسيناميد يوم، والفيتامين سي اليوم اللي وراه، يعني ده يوم وده يوم، والريتينول كنت مثبتاه بالليل على طول. منتجات حلوة، منتجات حلوة جدا، وسعرها هو حاليا دلوقتي نازل عليهم تخفيضات 30%. الواحد هيعمل حوالي 300 او 300 وشوية، حجمهم 30 مللي زي ما قلتلك، يستاهلوا صدقيني. ال 300 جنيه على السيرامات فعالة زي دي، لا حلوة قوي. بالمواد الفعالة اللي فيها وتأثيرها على البشرة، وان هي ما بتعملش تحسس ولا تهيج، ولا بتعمل لك حاجات تضطري تعالجيها وتدفعي فيها فلوس بعد كده. لا انصحك بيها، جميلة جدا. واتمنى كده تكونوا استفدتوا بالفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.